اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. معادنا النهارده مع حلقه جديده من مسلسل وو جانج جي. خلونا نفتكر مع بعض اهم الاحداث اللي حصلت. فبعد الحرب اللي قامت بين زو وشانج وبمساعدة كبير الملوك تيان قتلوا كل شعب وجنود مملكة زوج، وقبل ما يوصلوا للملكة شين هو قتلت وو جينج وحفظت روحه لحد ما لقى جسم ولد تاني ونقل روحه ليه، والولد ده كان خاطب باي كاي، وللأسف اتمسكوا وبقوا عبيد وحصلت لهم أحداث تانية كتيرة. فلو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر هتلاقوا لينك الحلقة في وصف الفيديو. بس قبل ما نكمل أحداثنا خلوني أفكركم بأهمية الدعم لينا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة طبعا لو انت مش مشترك، وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنعمله. كان وو جينج في الكهف بيتعامل معاملة وحشة جدا، ولما جت باي كاي تدافع عنه ضربها لاو كاي هي كمان لحد ما كانت هتموت، لكن وو جينج اتصرف وجاب لها علاج وبقى يكسر الحجارة ليل ونهار علشان يقدر ياكل وياخد أكل الباي كاي. وبعد أيام كتير بدأت تتحسن باي كاي، وبرضه جاب لها العشاء وسابها ومشي راح يكلم الراجل اللي اداله العلاج. وبعد أيام كتير بدأت تتحسن باي كاي، وبرضه جاب لها العشاء وسابها ومشي راح يكلم الراجل اللي اداله العلاج. وأول حاجة سألوا عليها هو مين، لأن كل ما يسأل عليه ما يلاقيش حد يعرفه غير إنه بيظهر فجأة وبيختفي فجأة. وأول حاجة سألوا عليها هو مين، لأن كل ما يسأل عليه ما يلاقيش حد يعرفه غير إنه بيظهر فجأة وبيختفي فجأة. فقال له الراجل ان عنده حق لان موجود مخصوص علشانه هو، وطلع يعرف انه هو وو جينج. وسأله عن احساسه وهو شغال في المكان ده لمدة شهر كامل، وسأله هل هيستسلم للوضع ولا هيحارب زي والده، وقال له انه يعرف كل حاجة عنه وعن والده الملك شانج ووالدته الملكة شين هو، ويعرف كمان اللي عملته معاه بقوتها السحرية، وانه جزء كبير من سحرها في جسمه بيحميه وبيعالج جروحه. وطلع عارف كل ده لان شين هو كانت بنته. فقال له وو جينج ان معنى كده انه جده وانه من كبار الملوك. فضحك جده وقال له انه اهم حاجه دلوقتي انه يجاوب على سؤاله، وهل هيحب يخرج وينتقم للي حصل له ولا يفضل يتعذب في المكان هنا لحد ما يموت. فقال له وو جينج بكل تحدي وقوه انه مش عايز يكون عبد تاني وعايز ينتقم من اللي وصله لكده. فقال له جده انه هيساعده يحقق اللي عايزه يعمله، ومسكه من دراعه بقوه اداله طاقه ورفعه من الارض وقال له لازم ينفذ وعده ليه بانه ينقذ نفسه. واول ما سابه وقع وو جينج على الارض لقى علامه طبعها جده على دراعه وكانت بتوجع جدا. ولما جاب باي كاي تطمن عليه قال لها انه هياخدها ويخرجوا ويعيشوا بعيد عن الذل اللي شايفينه ده، ووعدها انه يحررها من عيشه العبيد دي قريب. علشان يعمل كده لازم يدور على حد يشترك معاه ويحفروا نفق سري يهربوا منه. فكلم جيانج شانج وآشي وقال لهم ان الوضع هيكون صعب بس لازم يستحملوا علشان يحرروا انفسهم، وقال لهم انهم لازم يشتغلوا بالنهار ويحفروا النفق بالليل من غير ما حد يحس بيهم. وقال له جيانج ان لو حد مسكهم هيموتوا. فقال له وو جينج ان الميتين حالهم احسن منهم، على الاقل مش بيشتغلوا ليل ونهار من غير راحه. فوافقوا هما الاتنين بفكره وو جينج، وقال لهم ان لازم كل يوم بعد ما كل الموجودين يناموا يعملوا هما نفسهم انهم بيكسروا الحجاره علشان يزودوا انتاجهم وياخدوا اكل اكتر، وبكده محدش هيشكوا فيهم ولو كاي هيفرح بيهم جدا. وقال لهم ان حفر النفق بالطريقه دي ممكن ياخد منهم سنتين، فلازم يكون عندهم صبر علشان يقدروا يخرجوا. وقالوا ان المنطقه الشماليه مقفوله ومعزوله عن العالم وبيشتغل فيها الاف العمال علشان ينفذوا طلبات الملوك. وفي يوم جه رئيس المكان لي جين علشان يشوف انتاجهم، ومع ان كان شكله طيب بس اهم حاجه عنده هي ان يزود الانتاج علشان يرضي الملوك الكبيره. ومع ان عدد الحراس كان كبير بس برضه ما كانش كافي ابدا علشان يسيطر على العمال، وعلشان كده عين من العمال نفسهم كباتن وقسم العمال لمجموعات كل مجموعه مسؤول عنها كابتن، واحسن واحد عارف يدير مجموعته كويس بيكون ليه جايزه وبيترقى. وطبعا ابن لي جين كان بيعمل اي حاجه عايزها فيهم ومحدش يقدر يعترض. ولاحظ وو جينج ان عدد قليل من الحراس بيكون معاهم جوه والباقيين بيقفوا بره علشان محدش يقدر يهرب، وبكده يبقى النفق هو الامل الوحيد اللي قدام وو جينج واصحابه. وبالرغم من انهم ما كانوش بيناموا كويس ولا بيرتاحوا بس ما كانوش بيحسوا باي تعب لان عندهم هدف عايزين يحققوه، وما كانش في حاجه بتفرحهم قد ما بيشوفوا النفق بتاعهم وهو بيكبر كل يوم عن اللي قبله. وفي يوم وو جينج راح يحفر لقى راجل عجوز صحي من التعب وقال له ان وقت ما وصل المكان ده كان في نفس عمره وعدى عليه 50 سنه. والكلام ده شجع وو جينج في انه يكمل النفق قبل ما العمر يعدي بيه في المكان ده، وراح كمل حفر مع اصحابه. بس المره دي حس بيهم لاو كاي وعرف سرهم، فوطى وو جينج على رجله يترجاه يسيبهم يكملوا النفق ويهرب معاهم ويرجع لحياته وعيلته. فقال له لاو كاي انه مش عايز يهرب اصلا وعايز يترقى لحد ما يبقى كبير الحراس، وقال انه هيبلغ اللورد لي جين بالنفق. وقبل ما يمشي نط عليه وو جينج وخنقه بحبل في ايديه، ومهما حاول لاو كاي انه يبعده عنه ما قدرش، وده بفضل القوه اللي اداها له جده وما سابوش وو جينج غير وهو ميت. ولما حس الحراس بتقرب منهم طلب من زمايله يداروا النفق بسرعه، وفعلا غطوه بحجر كبير. ولما الحراس شافوا لاو كاي ميت كتفوهم وبيعيط ويقول له انه والدهم ولازم يعرف منهم السبب اللي خلاهم يموتوا لاو كاي، وقالوا له ان انتاجهم اكتر من اي حد ولاو كاي ما كانش عايزهم يشتغلوا علشان كده موتوه.
ودخل ابنه الصغير طلب منه يسيبهم يلعبوا معاه، فوافق لي جين انه ما يقتلهمش مقابل انهم يتحدوا وحش جاي له هديه. وفعلا اخدهم على ساحه القتال، وكل الموجودين في المنجم وقفوا اتفرجوا عليهم، ورموا لهم الحراس اسلحه علشان يستخدموها، ودخلوا لهم الوحش. وقال اللورد لي جين لابنه ان الوحش اسمه العملاق صاحب الرجل الكبيره، والوحش كان قوي وعملاق لدرجه ان جيانج رمى عليه الرمح فاتكسر. ولما جه الوحش يضرب كاي باي جري عليها ووجينج بعدها عنه ورمى في وشه تراب بقى مش شايف، وبسرعه مسك حجاره وطلع على كتفه فضل يضربه في راسه لحد ما جرحه. وجي جيانج ضربه برمح تاني جرحه في جنبه، بس الوحش رماهم بعيد عنه ووقع ووجينج جنب كاي باي، ولسه كان هيقع عليهم علشان يموتهم. فبعدها ووجينج ومسك رمحه بسرعه خلى الوحش يقع عليه، فجري زمايله بعدوا عنه الوحش، فقام وقف وطلع الرمح من الوحش علشان يضربه بيه تاني، بس ما عملش كده ورمى الرمح في الارض. وقف حيا كل العمال اللي بيتفرجوا عليه، والكل كان فرحان بيه جدا. وسأل لي جين الحراس عن اسمه فردوا عليه وقالوا له اسمه ووجينج. وسأل لي جين الحراس عن اسمه فرد عليه ووجينج وقال له انه اسمه اجوهو. ولما سألوا لي جين عن الجائزة اللي عايزها طلب منه انه يكون كابتن، ووعدوا انه هيبذل كل جهده وهيخلي الانتاج اكبر. فوافق اللورد، وبعد 10 ايام عملوا لوجينج علامه جديده على دراعه علشان يبقى كابتن، وبقى مسؤول عن 83 واحد. وسمع صوت غريب جاي من مكان جوه المنجم، ولما سال الكابتن الاعلى منه فقال له ان اللورد حبس الوحش اللي هزمه في المكان ده بعد ما حس انه ملوش لازمه، وقال له ان الوحش بقاله 10 ايام ما بياكلش وشكله كده هيموت قريب. فقرب ووجينج من الوحش وراح يتكلم معاه وقال له انه مش جاي يسخر منه، واداله حبوب علاج من اللي كان مديها له جده، وقال له ان هما الاتنين محبوسين وعلشان كده لازم يساعدوا بعض. فقام الوحش اخدها منه وسابه ووجينج وراح قعد مع باي كاي. قال لها ان اكيد حفر النفق هيكون اسهل وهو كابتن، وانهم لو بذلوا مجهود اكبر هيخرجوا اسهل. وقالت له باي كاي انها اوقات بتحس انه شخص مختلف لان طباعه كلها اتغيرت من وقت ما قال لها انه اتخبط على دماغه. فقال لها انه فعلا نسي حاجات كتيره، بس حس انه مش لازم يكذب عليها، وكان لسه يعترف لها بالحقيقه. لا زمايله الاتنين جم قعدوا معاهم وقالوا له انهم فرحانين جدا ان النفق قرب يخلص. وبعد 4 سنين اكتشف ووجينج ان فاضل لهم كيلو تقريبا علشان يوصلوا لسطح الارض. وبعد الوقت ده كله منصبه كمان زاد وبقى اكتر كابتن قريب للي جين لانه كان بيزود له الانتاج. وكان ووجين مستحمل كل حاجه على امل ان يجي اليوم اللي يخلص فيه من كل ده. وفي يوم راح واحد من الملوك الكبار زياره للمنجم كان اسمه بلاجو، وكان معاه جي شياو ابن الملك زو. واول ما شافه ووجينج عرفه وافتكر معركته مع والده الملك شانج، فركع عند رجليهم وقال له ان لسه بيحاول يلاقي حل لاكل لحوم البشر. فاستغرب جدا بلاو جو من الكلام، فشرح له ووجينج ان في وحوش ظهرت في الكهف بتهاجم العمال وبتاكلهم. بس بلاجو مصدقش ولا كلمه من اللي قالها، وقال له انه عايش بقاله مئات من السنين وعمره ما سمع حاجه عن الموضوع ده. فعرض عليهم جي شياو انه يدور على الحقيقه بنفسه، وطلب من ووجينج انه يساعده. وكان ووجينج مؤلف القصه دي علشان يداري بيها هروبهم ويفكر لي جين ان الوحش اكلهم. وفعلا راح لباي كاي وزمايله وطلب منهم يهربوا ويوصلوا لحد النهر علشان يبقوا في امان. وكانت باي كاي عايزه تستنى معاه وما تمشيش، فقال لها انه هيستنى علشان يلفت نظر لي جين بعيد عنهم علشان يبقوا في امان ويعرفوا يهربوا براحتهم. ووصى عليها اصحابه وودعها على بال ما يتقابلوا تاني. وعلشان ووجينج يبعد كل الشكوك عن هروبهم استنى بعد ما كل نام وتخفى في شكل الوحش وخوف كل الموجودين. وكان جي شياو عايز يقتله، فرمى عليه ووجينج سله مليانه قاذورات واختفى. في الوقت ده كانت باي كاي واللي معاه خرجوا من النفق ووصلوا الغابه، لقوا فيها واحد واقف، واول ما عدوا من جنبه وقفهم وقال لهم انه من الملوك الكبار وكان عايز ياخد باي كاي علشان تخدمه، فجريوا وهربوا منه. وكان جي شياو لسه بيدور على الوحش فسمع صوت ووجينج وهو بيتألم، ولما راح له لقى مجروح وبينزف. وقال ووجينج لي جين ان الوحش هجم عليه وملحقش يمسكه، وقال له الوحش ان الشغل في المنجم لازم يقف والا هينتقم منهم كلهم. وكان ابن لي جين واقف وسامع كل حاجه، وطلب من والده انه يخليه يصطاد الوحش، وعلشان والده يبعده عن حاجه خطيره زي دي قال له يروح يصطاد عند الجبل ومعاه الحراس، وادى لوجينج راحه يومين. اما باي كاي فتعبت من الجري ويا دوب استريحت دقيقتين ظهر لها الملك الكبير وكان هيمسكها لولا ان بنت شكلها غريب كانها جنيه ظهرت وانقذتها. والجنيه دي كان معاها واحد من نفس فصيلتها ساعدها في قتالها مع الملك الكبير. وفي المنجم اتفاجئ لي جين لما لقى ملك كبير تاني جاي يزوره، وكان الملك جوي مو جاي يقول لهم ان لو لاحظوا اي حاجه غريبه يبلغوه. وكان ابن لي جين في الجبل بيصطاد ومره واحده الكعب وقع وبعدها اختفى. ورجع الحراس للي جين وهم مرعوبين وهم بيبلغوه الخبر، فامر كل الموجودين انهم يدوروا على الوحش اكل لحوم البشر. وبنعرف ان ووجينج هو اللي خطفه، وقال له ان كل العمال اللي فكروا ان الوحش اكلهم هو هربوا من النفق اللي عمله. ولسه الولد بيقول له انه هيخلي والده يموته. فضل ووجينج يضربه على كل ذنب عمله مع العمال الغلابه. فقال له الولد انه محبوس زيه بالظبط لان الملوك الكبار علموا والده القتال بطاقه لتشي مقابل انه ما يخرجش من المنجم. فقال له ووجينج انه هيسيبه يمشي مقابل انه يقول له معلومات.
فقال له الولد ان جي شياو جاي علشان يتعلم قتال لتشي من والده، وفي الاخر ساب ووجينج مربوط في شجره في الغابه ورجع لمكانه جوه المنجم. واول ما دخل شافه جي شياو وساله هو ليه بره سريره، فحاول ووجينج ان يهدي نفسه وما يتوترش، وقال له انه عارف ان ابن اللورد لي جين الوحش خطفه فخرج علشان يساعد. فقال له جي شياو انه هيمسك الوحش بنفسه، وطلب منه يجيب له 2 من العمال سنهم يكون 10 سنين او اقل. وفعلا راح ووجينج اخد ولدين كان سنهم 7 سنين ووداهم له، فاخدهم جي شياو ودخلهم لبلاجو اللي كان قاعد في بانيو مليان دم. وافتكر ووجينج لما قال له ابن لي جين ان بلاجو مجروح من زمان ومحتاج علاج من نوع خاص، وفي من الولاد دول هيكونوا علاجه وانه هيموتهم، بس اضطر انه يسيبهم ويمشي. لكن ما قدرش يتمالك اعصابه ورجع للي جينج وقال له ان عارف مين اللي اخد ابنه، وانه لقى فرد جزمته عند الملك الكبير بلاجو. فصدق لي جينج ان الملك الكبير اكل ابنه، فراح له وضرب جي شياو واتهم انه اكل ابنه، ومرضاش بلاجو يدافع عن نفسه لانه شايف انه اكبر من كده، وحتى لو اكل ابنه بصحيح فبرضه لي جين ملوش الحق انه يزعل. فضربوا لي جين بقوه لتشي، ومن قوه الضربه المكان اللي هم فيه اتدمر، وقال له ان الملوك مجرمين وهو عنده استعداد يقف قصاد اي حد علشان ابنه الوحيد. وفضلوا هما الاتنين يتقاتلوا مع بعض، وجي ووجينج ضرب جي شياو بحاجه في عينيه خلاه مش عارف يشوف، واخد الولدين ومشي. فنزل جي شياو ووقف القتال بين لي جين وبلاجو، وقال لهم انه يعرف مكان ابن لي جين، وخلى الحراس كلها تدور عليه هو والولدين الصغيرين اللي معاه. وفعلا الكل بقى بيدور عليه بما فيهم الوحش، وكان ووجينج مستخبي، لكن الحراس شافوه وفضلوا يطاردوه. فجري وفتح النفق دخل فيه الولاد وقفلوا تاني، بس الحراس شافوا النفق وعرفوا سره، فترجاهم ما يقولوش حاجه عن النفق علشان الولاد تهرب بدل ما بلاجو ياكلهم ويسلموه هو عادي. وقبل ما ياخدوا قرارهم جي شياو وضربه وطلع سيفه وكان لسه هيموته، قال له ووجينج ان لو قتلوا وقتها ابن اللورد لي جين هيموت هو كمان. وجي لي جين وساله عن مكان ابنه، فقال له ووجين انه لو حرروا وقتها ابنه هيرجع له سليم. ولما جه بلاجو يقتل ووجينج لانه اتجرأ وتحداهم، وقفوا لي جين لانه خاف على ابنه، فقالوا بلاجو انه مش هيموته لكن هيعذبه وهيخليه يحس احساس الموت. وفعلا مسك ووجينج خنقه من رقبته وطلع سحره الاسود عليه، وكل الحراس كان صعبان عليهم ووجينج والعذاب والالم اللي حاسس بيه. فاتدخل الوحش وضرب بلاجو واخد ووجينج وهرب بيه، وفضل العمال والحراس يضربوه بالرماح والاسلحه اللي معاهم، لكنه ما اهتمش واخد ووجينج وبعد بيه لحد ما وصلوا للمخرج. بس للاسف بلاجو وصل لهم وضرب الوحش ووجينج. فقال ووجينج لنفسه ان بلاجو ده نفس الملك اللي قتل والده الملك شانج، وعلشان كده لازم ينتقم منه ما يسيبهوش، وركز كل قوه ايده اللي فيها القوه السحريه اللي اداها له جده وجري علشان يضربه. ولما بص بلاجو في عينيه شاف نفس نظره الملك شانج، وما كانش فاهم هو بيقول له ايه علشان يكون ليه نفس الشكل والروح. وضربه ووجينج ضربه وقعته في الارض، والكل كان مستغرب من قوته. ولما سالوا لي جين عن حقيقته قال له انه مجرد واحد عادي لكن شجاع وبيدافع عن الحق. فقام بلاجو وقف وطلب من لي جين انه يخلص عليه قبل ما قوته تزيد عن كده، وقال انه اكيد خبى ابنه في مكان قريب من المنجم لانه ما يقدرش يبعد بعيد، وقال انه الطاقه في ايديه دي مستوى عالي من الريون اللي بيقدر يهزم الملوك، والنوع ده كان عند محارب قديم حارب الملوك الكبيره ووقف في وشهم وكون مجموعه من الناس اللي عندهم نفس الافكار. وساله اللي اداله الطاقه دي يقرب له ايه، بس ووجينج اكد له انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه. وعلشان بلاجو يجبره انه يعترف استخدم سحره الاسود وطلع تعابين كتيره عملاقه خلاها تهاجم ووجينج. وقال لي جين لنفسه ان ووجينج معاه قوه كبيره بس خبرته القتاليه قليله واكيد مش هيقدر على ملك كبير زي بلاجو. وكان جوي مو بيلف على كل حته علشان يتاكد ان مفيش اي خطر في اي مكان، فلاحظ ان في مشكله في منجم المنطقه الشماليه فاتجه على هناك. بس قبل ما يوصل كان جد ووجينج وصل وانقذه، واول ما شافه لي جين عرف انه نفس الشخص اللي اتكلم عنه بلاجو، وقال انه كان ضد الملوك، وطلب الجد من ووجينج انه يهرب وهو هيتصرف معاهم، وفعلا قتلهم. وطلب بلاجو من لي جين انه ينضم للقتال ويساعده. في البدايه لي جين كان متردد لانه خاف على ابنه، بس بعد كده اشترك وساعد بلاجو. وجي شياو لما شاف ووجينج بيهرب جري وراه علشان يوقفه، وفعلا قبل ما ووجينج يطلع من البوابه كان عنده وهاجمه بسيفه. ولان جي شياو كان متعلم قتال لتشي فكان متفوق على ووجينج وقدر يوقعه اكتر من مره وخلاه يحس بالالم، وقرب منه جي شياو بسيفه وكان هيموته. ولما حب ووجينج يستخدم طاقه الريون لقاها اختفت من ايده، ومع ذلك فضل يستفز جي شياو بالكلام وما كانش خايف منه ولا من الموت. ولما جه جي شياو يضربه بسيفه اكتشف ووجينج ان القوه رجعت له تاني وصد الضربه بايديه وضربه ضربه طيرته لبعيد. واخيرا خرج من المنجم ولقى بنت جميله تبع جده مستنياه بحصان علشان تبعده عن المكان. ولما لقى ان جده لسه جوه فطمنته وقالت له انه هيقدر ينقذ نفسه. وكان القتال كل ده شغال بينهم، ومع ان بلاجو كان ضعيف بس لي جين كان قوي جدا فهرب منهم باعجوبه. ووجينج هو كمان هرب وركب ورا البنت على نفس الحصان لانه مش بيعرف يركب حصان لوحده، وحاول في الطريق انه يعرف منها اي معلومه عن اسمها او المكان اللي رايحينه، بس البنت ما كانتش بترد. واخر ما زهقت قالت له انها معاه علشان تنفذ مهمه طلبت منها مش علشان تتكلم معاه في اي كلام وخلاص.
وخلت الحصان يجري أسرع علشان يوصلوا بسرعة، ووصلوا المكان ووقفوا استنوا وصول جده ليهم. أما الملك الكبير اللي كان بيحارب الجنية اتجرح ووقع في المدينة اللي هيستخبى فيها باي كاي وزمايلها، ولما وصلوا له ما كانوش عارفين يتصرفوا معاه ازاي، وكان جيانج عايز يقتله بس باي كاي رفضت واعتنت بيه لحد ما فاق، وجهزت له اكل كمان علشان يتعشى بيه ويساعده يخف. ولما رفض انه يتعامل معاهم جابت له الاكل لحد عنده، وقتها زاد اعجابه بيها وحس انها لطيفه جدا. وفي نفس الوقت كان وو جينج هو كمان معجب جدا بالبنت اللي معاه، وبيقول انها جميله وشخصيتها كمان جميله. واخيرا وصل له جده، وكان وو جينج عنده فضول يعرف هو هرب ازاي، فحكى له جده وقال له انه مع الوقت هيعلمه كل حاجه، وقال له ان لي جين كان عامل نفسه انه ضده، لكن في الحقيقه انه ما استخدمش قوته كلها وكانه بيمثل على بلاجه علشان ما يبقاش عدوه. وقال له جده انه ما اخدوش من 4 سنين لانه وقتها كان لسه صغير ومش هيقدر يواجه كل المشاكل، لكن دلوقتي هو كبر وبقى قوي، وقال له انه هيدربه ويعلمه القتال علشان يبقى اقوى، بس لازم كمان ينضم ليه ولمجموعته. اما الملك اللي كان مع باي كاي فبعد ما داق الاكل عجبه جدا واستغرب هما ازاي مش خايفين منه، فقال وقت ما كان نايم كان بينادي على اخته، وده فكرها بوو جينج لما كان تعبان وفضل ينادي على والدته، وحست منه انه انسان طيب. وبنرجع لوو جينج اللي وافق انه ينضم لمجموعه جده، وعرف ان البنت اسمها آلان، وطلب من جده يروح يشوف اصحابه، بس جده رفض وقال له انه لازم يسمع كلامه من غير تفكير. فرفض وو جينج، بس جده قال له انه في عالم تاني غير العالم اللي عايش فيه اصحابه ومش هيعرف يوصل لهم في المكان اللي كان قاعد فيه الملك مع باي كاي وزمايلها. قدرت الجنيه واللي معاها انها توصل له، بس باي كاي خرجت لهم شكرتهم على مساعدتهم ليها وانهم انقذوها، وقالت لها الجنيه انها بتدور على الملك اللي كان عايز يخطفها، فقال لها جيانج انهم ما يعرفوش مكانه، بس هي كانت حاسه بوجوده، والمفاجاه انه فعلا ما لقوهوش، وعرفوا انه هرب فراحوا دوروا عليه في مكان تاني. وكان وو جينج لسه واقف مع جده بيقنعه انه ما ينفعش يروح لاصحابه لانه هيكون خطر عليهم بعد ما بقى عدو لكل الملوك، وممكن كمان الملوك تقتلهم كلهم بسهوله، وطلب منه ياخد قرار بسرعه اما يرجع لاصحابه او ينضم ليهم. فوافق وو جينج انه ينضم ليه، بس قاطع كلامه حاجه غريبه وهي عاصفه مش متوقعه، وكان سببها وصول الملك اللي كان مع باي كاي ليهم، وكان عاوز يقتل الجد. واول ما شافه وو جينج عرف انه كان واحد من اللي قتلوا والده وكان معاه الفارس الاحمر، وبدأت معركة قوية جدا بينهم وبين الجد وآلا. اتلمت كل الملوك الكبيرة عليهم علشان يقضوا على الجد اللي دايما ضد الملوك الكبيرة وبيحاربوها، وكان معاهم وحوش كتيرة ووقفوا كلهم ضد الجد وآلان. وفي المعركة المميتة دي بيحس وو جينج ان الفراشات ملمومة عليه وكأنها بتحميه، وفضلت المعركة مستمرة والملوك تزيد لحد ما بقوا 6، فعمل الجد مصفوفة حماية وقف فيها مع آلانج، وحاولت الملوك كلها انها تدمر المصفوفة مرة واحدة، وفعلا نجحوا في ده واختفى الجد وآلان. ووقف الملوك محتارين هل قضوا عليهم ولا هربوا، فقرروا انهم يدوروا عليهم، والحقيقه انهم فعلا هربوا واخدوا معاهم وو جينج، ودي هتبقى بدايه حياه جديده ليه مليانه مغامرات. بس يا ترى هيقدر يبعد عن خطيبته واصحابه ولا يتحدى جده ويرجع لهم؟ ولو عايزين تعرفوا الاجابه استنوا الجزء الجديد من وو جينج. بس قبل ما تنتهي الحلقه ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. ولحد الفيديو الجاي، سلام.